الجولة 26 و27 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. لو هنطلق عليهم عنوان فالعنوان المناسب هو أخويا الصغير أرسنال وأخويا أرتيتا عملوا معانا أحلى واجب في دخلة رمضان وقربونا من لقب الدوري رقم 20. ده كده عظمة قوي، ده كده عظمة قوي. أرسنال اللي في الجولة 26 خسر على أرضه في مفاجأة كبيرة من وست هام المتواضع، وفي الجولة رقم 27 كمل جميله الكبير معانا وراح اتعادل على أرض نوتنجهام فورست علشان يفقد 5 نقط في جولتين ويقرب كاس الدوري الإنجليزي الجميل ده من ملعب الأنفيلد. وفي المقابل بقى كتيبة ليفربول بتستمر في سحق المنافسين، وفي الجولة 26 بتكسب السيتي على أرضه، في الجولة 27 بتكسب نيوكاسل في الأنفيلد، وخلاص هانت يا رجالة ولقب الدوري يرجع في أحضاننا من تاني. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنشوف إيه اللي حصل في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج في الجولة رقم 26 والجولة رقم 27، وهنشوف كبار الدوري الإنجليزي عملوا إيه في الجولتين، وهنشوف جدول الترتيب بقى عامل إزاي بعد الجولة رقم 26 و27 ما خلصوا، وما عادش متبقي قدامنا في الدوري غير 11 جولة فقط لا غير. لكن قبل ما نتكلم في اي حاجة انزل اخبط السبسكرايب المتين وفعل زر الجرس عشان تجيلك تنبيهات بكل حلقاتنا، واعمل لايك وشير للحلقة كتير علشان تترشح على منصة اليوتيوب. عايزينك تبقى احد الداعمين في حلمنا الاولاني على القناة ونوصل لاول 1000 سبسكرايبرز واول 1000 مشترك في القناة، فما تبخلش علينا ودعمنا كده وخليك في ظهرنا واعمل لنا السبسكرايب التمام. في الاول كده كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة واحنا كلنا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وان شاء الله يكون شهر خير وبركة وسعادة وسرور علينا كلنا وعلى أمة المسلمين جميعا، اللهم امين. لو انت بتشوفني وانت صايم مش هقدر اقول لك اعمل حاجة تشربها، انت صايم زيك، ربنا يتقبل مننا جميعا. اما بقى لو انت بتشوفني وانت فاطر بعد الفطار هتلاقي بقى اي حاجة كده بتحبها كلها او اشربها، وتعالى بينا بقى يلا علشان نشوف الدوري الانجليزي ايه اللي حصل فيه. طيب صلي بينا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالى نبتدي مع ابرز ضحيه في الجولتين 26 27، وهو طبعا ارسنال اللي في الجولتين دول بعد بشكل كبير جدا وبنسبه كبيره جدا عن لقب الدوري وسهل الامور جدا جدا على ليفربول. ارسنال اللي في الجوله رقم 26 استقبل ويست هام المتواضع اللي بيقدم اداءات متواضعه في السيزون ده وموجود في مراكز متاخره في جدول الدوري. ارسنال بيستقبله على ملعبه في لندن، يعني المفروض ان هي على الورقة والقلم وعلى كل حاجة المفروض ان هي مباراة تبقى سهلة جدا جدا على ارسنال، لكن ارسنال بيفاجئنا كلنا وبيتغلب على ارضه في مفاجأة كبيرة جدا وبيخسر 3 نقط مهمين جدا في سباق المنافسة على لقب الدوري. بعد الهزيمة المفاجئة دي طبعا كانت المعنويات بتاعت جماهير الارسنال في الارض، لان هم كده بيبعدوا شوية عن المنافسة عن اللقب، خصوصا بعد ليفربول ما كسب، وخصوصا بقى ان هم كان عندهم الماتش في الجولة الجاية الجولة رقم 27 ماتش قوي جدا على ملعب نوتنجهام فورست، الفريق اللي بينافسهم اللي موجود في المركز الثالث وبينافسهم على المركز الثاني واللي كان خايف منه جمهور الارسنال. فعلا حصل في الجولة رقم 27. ارسنال راح لملعب نوتنجهام فورست وفي مباراة قوية، وخصوصا من ناحية نوتنجهام فورست ارسنال بيفلت من خسارة مؤكدة في ملعب نوتنجهام فورست وبيقدر ان هو يخرج بنقطة يتيمة من ملعب نوتنجهام فورست، وبيفرط في نقطتين كمان علشان يفقد 5 نقط في جولتين ورا بعض. وفي المقابل ليفربول بيكسب فوز تاني علشان فرق النقط ما بين الارسنال وليفربول يرتفع ل 13 نقطة كاملين. طبعا خسارة وتعادل جايين مش في وقتهم خالص وبيضيعوا على أرسنال موسم كامل في الدوري الإنجليزي وبيبعدوه أكتر وأكتر عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. أرسنال اللي اتأثر بشكل كبير جدا بالإصابات اللي عنده خصوصا في الجولتين الأخرى، وشايفين مستوى الأرسنال مش هو نفس المستوى اللي كان عليه الأرسنال من 6-7 جولات فاتوا، وأعتقد إنه بالشكل ده الأرسنال هيفقد نقط تانية كتير
خصوصا ان هو داخل على مواجهات قوية جاية. اما بقى فرقتنا اللذيذة ليفربول فطبعا استغلت الموضوع ده احسن استغلال، واستغلت ان الارسنال عمال يتعثر في الجولة 26 و27، وهي بقى ما شاء الله استمرت في الفوز خارج ارضها في الجولة 26 على مانشستر سيتي في كلاسيكو الكرة الانجليزية في السنوات الاخيرة. ليفربول بيقدر ان هو يكسب مانشستر سيتي على ملعبه في ملعب الاتحاد 2-0 بقيادة الكينج المصري محمد صلاح، اللي بيسجل هدف وبيصنع التاني، وبيستمر في كتابة التاريخ وبيستمر في تقديم الاداء العظمة اللي بيعمله السيزون ده. وفي الجولة 27 ليفربول استقبل على ملعبه الانفيلد استقبل نيوكاسل في مباراة كانت قوية، ولكن ليفربول قدر ان هو يخلص الجيم بدري بدري، سجل هدف في الشوط الاولاني وهدف في الشوط الثاني علشان يوصل ليفربول للنقطة رقم 67، وزي ما قلت لك كده يزود فرق النقط ما بينه وما بين الارسنال ل 13 نقطة كاملة، ويقرب اكتر واكتر من الفوز بالدوري. وفي الحقيقة كده باداء ارسنال اللي زي ما قلت لك كده اداء مهزوز في المباريات الاخيرة، وانه عنده ماتشات قوية جاية وممكن يفقد المزيد من النقط، خلينا اقول لك انه ليفربول بالفوز المستمر اللي هيحققه الفترات اللي جاية ان شاء الله في الجولات اللي جاية ممكن ليفربول يحسم الدوري ويحسم بطولة الدوري بدري بدري. الكرة وكل حاجة دلوقتي بقت في ملعبنا، نكسب احنا بس ماتشاتنا اللي جاية، نكسب 6 أو 7 ماتشات كمان، واقدر اقول لك بالفم المليان انه الدوري الانجليزي رقم 20 قدرنا نحققه ان شاء الله. اما بقى مانشستر سيتي فبعد ما اتغلب قدام ليفربول في الجوله رقم 26 على ارضه ما بين جماهيره، راح في الجوله رقم 27 لملعب توتنهام الصعب عليه في السنوات الاخيره، ولكن مانشستر سيتي بقياده هالاند اللي بيرجع مره تانية للمشاركه مع الفرقه بيقدر ان هو يسجل هدف ويقود فريقه لان هو يحقق 3 نقط مهمين جدا، ويفضل السيتي بيصارع على المركز الرابع واحد المراكز اللي بتأهل لدوري ابطال اوروبا. طبعا السيتي الفرق ما بينه وما بين ليفربول المتصدر 20 نقطة، وخلاص اكلينيكيا وكل حاجة ان هو ينافس على اللقب بقت شبه مستحيلة، واعتقد ان جوارديولا عارف كده ولاعيبة السيتي عارفين كده وجماهير السيتي هم كمان عارفين كده، واعتقد ان اللي بيدوروا عليه في السيزون ده وهدفهم في السيزون ده هو انهم ينهوا في احد المراكز زي ما بقول لك كده اللي بتأهل لدوري الابطال في السيزون اللي جاي. اما بقى مانشستر يونايتد الطرف الثاني في مدينة مانشستر، ففي الجولة رقم 26 رجع من ملعب ايفرتون اللي فايق في الجولات الاخيرة بتعادل مثير 2-2، وفي الجولة رقم 27 استقبل على ارضه إبسويتش تاون الفريق اللي بيصارع على الهبوط، وقدر مانشستر يونايتد بشق الانفس وبعد اخطاء كارثية من دفاعاته قدر ان هو يكسب 3-2. لكن بيظل مانشستر يونايتد في المركز ال14 وبيظل في مراكز متأخرة جدا ما تخليهوش ان هو يتأهل اطلاقا لأي بطولة أوروبية الا لو قدر ان هو يحقق لقب اليوروبا ليج. لو جينا شفنا تشيلسي في الجوله رقم 26 راح ملعب استون فيلا اللي بيلعب على سطر ويسيب سطر، وتشيلسي بيتعرض لخساره جديده وبيخسر قدام استون فيلا 2-1، وبتستمر الاداءات السيئه لتشيلسي في الفترات الاخيره وفي الجولات الاخيره من البريمير ليج. وفي الجوله 27 الحظ ساعده كتير، جاله ساوثهامبتون متزيل ترتيب الجدول، جاله على ارضه ستامفورد بريدج في لندن، وقدر تشيلسي ان هو يكسب فوز ساحق 4-0 علشان يفوق من دوامة الهزايم اللي كانت عنده في الفترات الأخيرة. توتنهام بقى في الجولة 26 كان بيلعب على أرض إبسويتش تاون وقدر إن هو يرجع بفوز سهل 4-1، وفي الجولة 27 زي ما قلت لك من شوية كده استقبل مانشستر سيتي وانقاد للهزيمة على أرضه 1-0. وتوتنهام هو كمان حالته ما تختلفش كتير عن حالة مانشستر يونايتد، هو كمان موجود في مراكز متأخرة، موجود في المركز ال13، وهو برضه نفس الحال مركز ما يأهلوش إن هو يشارك في أي بطولة أوروبية إلا لو هو كمان قدر إن هو يكسب اليوروبا ليج. في الجولة رقم 26 بقى بقية المواجهات اللي كانت بعيدة عن الستة الكبار، بورنموث على أرضه بينقاد للهزيمة قدام وولفرهامبتون، وبرايتون اللي فايق في الجولات الأخيرة بيقدر إن هو يرجع من ملعب ساوثهامبتون متزيل الترتيب بفوز كبير 4-0، وفولهام اللي بيقدم أداءات قوية في الدوري في مفاجأة كبيرة على أرضه بيتغلب من كريستال بالاس 2-0، وفي مباراة كانت قوية وحلوة جدا ما بين
نيوكاسل على ملعبه اللي بيستقبل نوتنجهام فورست، فرقتين موجودين في المراكز المتقدمة، بيقدر نيوكاسل ان هو يكسب 4-3 بعد مباراة قوية وحلوة جدا. اما بقى بقية المباريات اللي اتلعبت في الجولة رقم 27 بعيدا برضو عن كبار انجلترا، فبرايتون بيستمر في انتصاراته، والمرة دي على ارضه بيقدر ان هو يغلب بورنموث 2-1. وكريستال بالاس بيستمر في الصحوة بتاعته، وبعد ما قدر ان هو يكسب فولهام على ملعب فولهام في الجولة رقم 26 بيجي في الجولة رقم 27 على ملعبه وسط جماهيره وبيقدر ان هو يكسب استون فيلا فوز كبير جدا 4-1. فولهام اللي خسر في الجولة رقم 26 بيخرج في الجولة رقم 27 بيروح لملعب وولفرهامبتون وبيقدر ان هو يكسب خارج ملعبه 2-1. وايفرتون في الجولة رقم 27 بيرجع من ملعب برينتفورد بتعادل ايجابي 1-1. وويست هام بعد ما حقق المفاجأة في الجولة رقم 26 وكسب ارسنال هناك في لندن بيجي في الجولة رقم 27 على ملعبه وبيستقبل الضعيف ليستر سيتي وبيقدر ان هو يستمر في انتصاراته ويكسب 2-0 علشان يبقى شكل جدول الدوري بعد نهاية الجولة رقم 27 كالتالي: ليفربول بيغرد في الصدارة منفردا ب 67 نقطة، ووراه الارسنال بفارق 13 نقطة ومعاه 54 نقطة. نوتنجهام فورست بيجي في المركز الثالث ومعاه 48 نقطة، ومانشستر سيتي رابع ومعاه 47 نقطة، وتشيلسي الخامس ومعاه 46 نقطة، وصراع كبير على المركز الثالث والرابع اللي بيأهلوا لدوري الأبطال. وفي المركز السادس نيوكاسل مع 44 نقطة، وفي المركز السابع بورنموث، والمركز الثامن برايتون وكل واحد فيهم معاه 43 نقطة. فولهام تاسع وأستون فيلا عاشر وكل واحد فيهم معاه 42 نقطة. برينتفورد في المركز ال11 معاه 38 نقطة، وكريستال بالاس بعد انتصاراته بيطلع للمركز ال12 ومعاه 36 نقطة. ونيجي بقى للمراكز من ال13 لل15: توتنهام ومانشستر يونايتد وويست هام وكل واحد فيهم معاه 33 نقطة. ايفرتون 16 ب 32 نقطة. وولفرهامبتون 17 ومعاه 22 نقطة. ونيجي بقى المراكز الهبوط الثلاثة: إبسويتش تاون وليستر سيتي 18 و19 ومعاهم 17 نقطة. واخيرا ساوثهامبتون في المركز ال20 ومعاه 9 نقط فقط لا غير. الجولة 26 و27 خلصوا وقدر فيهم الملك المصري محمد صلاح ان هو يسجل هدف ويصنع هدفين علشان يوصل للهدف رقم 25 ليه في السيزون الحالي ويوصل للاسيست رقم 17. ويفضل محمد صلاح متربع على عرش الكرة الانجليزية وعلى عرش الدوري الانجليزي في الموسم الحالي، وعمال يكسر في ارقام ويحطم ارقام ويعمل ارقام قياسية عالية وارقام قياسية جديدة، ويوم ورا التاني بيثبت محمد صلاح وبيأكد الحقيقة المطلقة اللي موجودة دلوقتي ان هو مش بس احسن لاعب في اوروبا ومش بس احسن لاعب في انجلترا، هو احسن لاعب في العالم حاليا وبفارق كبير عن اقرب منافس ليه. انت برضو يا صديقي قول لي في التعليقات وشارك معايا في التعليقات وقول لي ايه رايك في الجوله رقم 26 و27 وايه رايك في المنافسه على لقب الدوري الانجليزي لغايه دلوقتي، وشايف هل ليفربول قرب بصوره كبيره من حسم لقب الدوري بعد التعثرات اللي بيعملها الارسنال، وشايف امتى نقدر نقول انه ليفربول رسميا خلاص هو بطل الدوري الانجليزي، وهل الارسنال ممكن يقدر يرجع من تاني للمنافسة على لقب الدوري ولا لا؟ قول لي رأيك في التعليقات وشارك معايا في التعليقات، ولو لسه ما عملتش سبسكرايب للقناة انزل على طول اضرب السبسكرايب المتين وفعل زر الجرس عشان تجيلك تنبيهات بكل حلقاتنا. زي ما قلت لك كده في بداية الحلقة، عايزك تساعدنا وعايزك تبقى داعم لينا في اول حلم لينا على القناة واول 1000 سبسكرايبرز واول 1000 مشترك على القناة. انزل اعمل سبسكرايب للقناة، فعل زر الجرس واعمل لايك وشير عشان الحلقة تترشح على منصة اليوتيوب. كل سنة وانتم طيبين، كل رمضان وانتم طيبين، ربنا يعيد علينا الأيام بخير إن شاء الله ويكون شهر مبارك علينا وعليكم بإذن الله. أشوفكم إن شاء الله في حلقات جديدة على خير. استودعكم الله، السلام عليكم.